I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. البوس بتاعتي فين؟ انت هتدوس مره واحده على الميكروفون كده، تمام؟ البوس بتاعتي فين؟ كده البوس بتاعتي فين؟ فلوسي فين يا ابن وسخة؟ وهنا في تغيير الصوت اهو زي ما انت شايف. النسخه بجد عظمه، ودي كده من غير سيم. ده كده من غير سيم، اكنك مركبتش سيمات ولا اي حاجه. بس كده، تابع بقى معايا الفيديو للاخر. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ جايب لكم النهارده نسختي فيرجن 15 اللي كله مستنيها، اللي كل المجال يطلع يتكلم عنها، تمام؟ وبرده مش اول مره الاجانب تاخد نسخه وتطلع تتكلم عنها. طيب يا قلبي، النسخه دي عظمه فوق ما تتخيل. فيها ميزه تغيير الصوت، ما بتهنكش حرف ولا بتهنك فيروس لو كان ايه حتى، ولا فيروس الخريطه ولا فيروس الفيديو، ولا حتى بتهنك كونكتات. مع العلم النسخه بتقرا كونكتات، تمام؟ طيب عشان ننجز في وقت الفيديو كده، قبل ما انت تخش على النسخه بعد ما انت ثبتها، هسيب لك تحت ليها لينك تحميل من ميديا فاير، لينك مباشر عشان ما تتعبش وانت بتحملها. وهسيب لك برده لينك الفيديو بتاع التيست بتاع النسخه اللي انت اكيد برده اتفرجت عليه ونسخه عجبتك. طيب اول ما انت تثبت النسخه وبعمل تحملها تثبتها، هتقوم دايس عليها كتير كده وداخل على معلومات التطبيق. اديها كل الاذونات، تمام؟ اعمل السماح لكله، اديها السماحات لكله. تخش على الاذونات، ثواني، الاذونات اهي، تمام؟ ادي كله السماح، تمام؟ علشان النسخه ما تطلبش منك حاجه جوه او في مشكله تحصل معاك جوه. بس كده، نسخه ما بتتحرقش من حاجه، ولا بتجيب لك ايرور، ولا بتجيب لك كراش من اي حاجه، تمام؟ ادي لكل السماحات، النسخه هتشتغل معاك زي الفل، والنسخه هتشتغل معاك ريكورد غير نسختي فيرجن 14، تمام؟ فيرجن 14 كنت بتخش على الامان وبتخش على حاجه تانية اسمها تثبيت من تطبيقات غير معروفه، تمام؟ عشان تشغل الريكورد، تمام؟ انت كده بقى ما انت اديت الاذونات، هتقوم قافل كده، تمام؟ وتقوم دايس عليها. طيب لاول مره هتشوفها واجهه الايولا المتحركه زي ما انت شايف كده اتحركت، تمام؟ طيب بص يا قلبي، لو انت دخلت على الصفحه دي، لو انت دخلت على الموافقه والمتابعه، انت لو هتدوس عليها يبقى انت اول مره تخش على النسخه. لكن لو انت كنت داخل عليها وعامل نسخه احتياطيه، اعمل استعاده على طول، هتخش على النسخه تلقائي، تمام؟ لكن لو انت كنت عامل نسخه، بص. طيب يا قلبي، بعد ما انت اديت الاذونات عشان ما تطلبش منك حاجه جوه، شغلت الميكروفون وشغلت جهات الاتصال عشان النسخه تقرا جهات اتصال وكده. طيب هتيجي تفتح النسخه كده، لاول مره هتشوفها واجهه ايولا متحركه، تمام؟ هتختار الاستعاده ولا الموافقه والمتابعه؟ طيب هقول لك، لو انت اول مره تخش على النسخه هتختار الموافقه والمتابعه وهتخش برقمك عادي. لكن لو انت كنت عامل نسخه احتياطيه هتقوم عامل استعاده. طبعا انت اول مره لسه هتنزلها جنب المتجر، وبتنزل جنب اي نسخه، مش تطلب منك تثبيت ليس مثبتا ولا اي حاجه، وبتشتغل على كل الاجهزه حتى الاجهزه الضعيفه والاجهزه العاليه، تمام؟ لا اول مره تخش عليها، وبرده انت اول مره تخش عليها تقوم دايس الموافقه والمتابعه، تمام؟ وتقوم كاتب رقمك كده، مثلا اي رقم اهو، تمام؟ وتقوم دايس تم.
طيب لما الكود يجي والنسخه تفتح هفتح معاك فيديو تاني. طيب يا قلبي، بعد ما انت دخلت بالكود ودخلت على النسخه وكله تمام، هتظهر معاك الصفحه دي تمام، تقوم دايس موافقه ولا تقلق ولا اي حاجه. تمام، نسخه فيها 3 دي زي ما انت شايف كده. طيب بص يا قلبي بقى، خليك معايا واحده واحده. لو دخلت على ايفل فيرجن 4 فيرجن 15 مودز كده، تقوم داخل مثلا على دي الاشكال بتاعتها تمام. في احمر وفي فوشيا ده ولا مش عارف ايه، وفي بني وفي اخضر وفي ازرق تمام، في الوان كتير قوي ليها. ما علينا ولا يهمك، فكك من ده كله. لو دخلت على الحمايه والخصوصيه كده هتلاقي الحمايه والخصوصيه في اخر ظهور بقى وتوقيف اعاده اشاره المحوله وكده، واخفاء مشاهده الستوري ومنع حذف الحالات وكده. طيب لو دخلت على السمات هنا، طيب انت هتحمل السين بتاعي، هسيبهولك برضو تحت في الديسكريبشن بلينك مباشر. بعد ما تحمله تفك الضغط من عليه، تقوم دايس تطبيق سين من الملف، هتلاقيه من نازل في الداونلود. بعد ما تفك الضغط من عليه تقوم دايس داونلود، تقوم دايس على الداونلود كده، وهتشوفه هو في انه ملف، وتقوم دايس عليه كده، وتقوم دايس عليه مره كمان، وهتلاقي السيم متركب تمام. وهنا برضو تحميل سمات لو انت بتحب السمات بتاعت اليو سيمز تمام، اللي هي السمات بتاعت النسخه الاصليه، بس انا بقول لك السيم بتاعي حلو جدا. طيب وهنا النسخ الاحتياطي والاستعاده، وهنا الالوان اللي هي بتاعت الواجهه من بره، وهنا الستايل، هنا الايموجي لو انت عايز تغير شكل الايموجي وكده، وهنا تغيير خطوط النسخه اللي هي كوفي مدريد ومهند وكده، وهنا تغيير ايقونه التطبيق لو انت عايز تغير الايقونه اللي بره الايقونه اللي هي دي. كل دي ايقونات للنسخه من بره تمام. وهنا تغيير ايقونه الاشعارات اللي بتجيلك فوق، انت ممكن تغيرها عادي جدا. طيب انت لو دخلت على اخفاء الوسائط دي، بتخلي لك لو حد بعت لك صور وكده، لان ممكن في ناس بترازي بتبعت لك صور فيديوهات كتير قوي في رومات، انت بقى تخلي مفيش صور ولا فيديوهات تنزلك على الجهاز. لو انت فعلتهم انت بقى ما تفعلهاش تمام، شيل التفعيل من عليها. طيب وانا نسخ الاحتياطي والاستعاده، لو عملت نسخه احتياطيه وركبت ملف السرعه وعملت استعاده، هتبقى الدنيا تمام قوي معاك وقشطه، وارمي بقى براحتك. وهنا الاعدادات، وهنا لغه التطبيق، وهنا لو عملته انجليزي هتخلي النسخه كلها تتقلب لك انجليزي عادي جدا. طيب وهنا الشاشه الرئيسيه، وهنا البار العلوي اللي هو زي ما انا هوريك دلوقتي، اللي هو البار ده تمام، اللي هي الواجهه بمعنى اصح، زي ما انت شايف اهو في اي او اس تمام. وهنا وضع اسمي. طيب هي نسخه اصلا انا معدل على اف ام من الصفر يعتبر تمام. وهنا الاسطر، دي الاسطر اللي من بره تمام، اللي هي الاسطر اللي انت هتشوفها دي، اللي هي الاشكال اللي انت شفتها في التيست اصلا. 4 5 اهو، و4 و8 و9 اهو، دي الاشكال اللي انت شايفها. كل دي اشكال للواجهه من بره اللي هي الاسطر. تعالى افرجك ايه هي الاشكال دي، تعالى كده اوريك الاشكال اللي انت هتشوفها دي تمام. هي اصلا في اشكال منها متحركه وفي اشكال منها ثابته تمام، زي ما انت شايف كده اهو. ده بقى الشكل الثابت. تعالى بقى افرجك الشكل المتحرك. لو انت دخلت على الاسطر تاني، دخلت على الاولى، خلينا في التانية تمام، التانية انا عارفها، وهجيب لك برضو اشكال كتير زي ما انت شفت في التيست تمام. زي ما انت شايف النسخة بجد عظمة جدا. طيب زي ما انت شايف اهو كونفرتيشن متحرك بره. لو دخلت على الشاشة الرئيسية ودخلت على الاسطر تاني، هتلاقي هنا اشكال كتير قوي، اشكال ما تعدش بقى زي ما انت شايف اهو. كل دي اشكال للاسطر اللي بره تمام. نخش في اللي بعده، هنا الزر العائم اللي هو ده ما علينا، فكك منه اصلا محدش بيهتم بيه. وهنا لو دخلت على شاشه المحادثه، هنا البار العلوي ده اللي في شاشه المحادثه تمام. نخش بقى على المهم، الفقاعات الصح. لو دخلت على دي كده هتغير شكل الصح اللي في الشات. نخش بقى على المهم والاهم، اضافات جديده للنسخه تمام. هنا تساقط التلج تمام، لو فعلت دي، ده تساقط التلج في الواجهه وده تساقط التلج في الشات. وهنا لو عايز تشغله او تفصله، هنا كميه تساقط التلج اللي بتنزل، وهنا السرعه بتاعته، وهنا اشكال تساقط الثلج تمام. في مياه وفي ورد وفي ورد بشكل تاني وفي ورق شجر وفي فقاعات. طيب نخش على اللي بعده، بعد تساقط التلج وفي اشكال 3 دي زي ما انت شايف. هوريك يعني ايه 3 دي اصلا. 3 دي زي ما انت شايف كده، ده 3 دي تمام، ده 3 دي. خش تاني كده ودخل على شاشة المحادثة ودخلنا على دي. طيب وفي هنا الوان للشات زي ما انت شفت برضو في التيست، كل دي الوان تمام، سايب لك 20 لون. وهنا اسطر الستوري، هوريك ايه هي اسطر الستوري، خليك معايا. كل ما تعمل حاجة رستر النسخة عشان تتظبط معاك، نسخة بجد عظمة عظمة. ايه اسطر الستوري اللي انت شايفها دي
ده استرو الستوري. طيب نخش في المهم تاني. شاشة المحادثة، اضافات جديدة يا زميلي. وهنا كويك كونتاكت اللي هو شكل جهة الاتصال من بره. وهنا لعبة اكس او، لعبة اكس او عظمة بمعنى الكلمة برضو، بلاش نجاسة يا حب، ماشي. وهنا لعبة الكورة برضو وريتها لك في التيست، وانا زغرفة اسامي، تكتب هنا مثلا اسمك ايفل، وانا تفضل تزغرفه زي ما انت شايف بيتزغرف اهو. بيتزنجر. وهنا مذكرة، طيب فكك منها برضو، قلت اضيفها لكم مثلا لو حد حب يسجل حاجة. وهنا موقع تصفح، اوعى تفتح 6 نسخة تتنجس، انا بقول لك. طيب وهنا عامل لينك شات زي ما انا برضو وريتك، هتقوم هنا عامل رقمك 012، لا الاول هتقوم كاتب 20 12 77671927. بعد كده تقوم دايس على اخر الشاشه من هنا، تقوم دايس زي تمام انشاء تجربه اللينك، تقوم عامل لاسك، ده اللينك اتعمل اهو تمام، عشان لو انت عايز تعمل لينك شات لحد. طيب تحرك شتات، يعني ايه تحرك شتات يا قلبي؟ تعالى فرق يعني ايه تحرك شتات من بره. خش على النسخه تاني. تحرك شتات ده 3 دي تمام، اللي انت شايفه ده، ده تحرك شتات اللي انت شايفه ده، اللي هو شتات بتخش في بعض. طيب نخش على اللي بعده. وايه تاني؟ وهنا ستوري المشاهد فكك منه، هنا مذكره بشكل تاني مالوش لازمه برضو. هنا تنظيف ملفات، لو انت عايز تنظف ملفات عشان لو المساحه تقوم دايس سكرين الملفات كلها تتمسح بتاعت الواتساب. وهنا السبحه الالكترونيه، سبح بقى عشان احنا داخلين على رمضان وكل سنه وانتم طيبين. وفي ايه تاني؟ وهنا ستوري جاهز برضو، الستوري اللي انت ممكن تعمله من هنا تمام. طيب ايه تاني يا قلبي؟ لو هنا دخلت على الستوري، هنا ممكن تتحكم في الوان الستوري زي ما انت شايف كده، في الالوان بتاعت الستوري، بس انا برضو سايب لك استر مش حوار. ابحث عن تحديث، وهنا تحميل النسخه فكك، وهنا سجل التغيرات، الحاجات اللي انا ضايفها جديده في النسخه يعتبر نسخه متعدله على اف ام. وهنا حول التطبيق، وهنا شكرا ليه، ده الكريدت بتاعي انا اللي مصممه اصلا، وفي ناس كتير قوي سرقته حطيته في نسخها. طيب ولو انت دوست على ماي تشانل دي يدخلك على قناتي. وهنا حول التطبيق، كانت مكان ايفل فيرجن 15 دي اف ام واتساب، بس انا حبيت اشيلها وحطيت اسمي عادي جدا، بس النسخه متعدله لاف ام واتساب. بس كده يا قلبي، انا حبيت اوريك كام حاجه كده عن النسخه. وتعالى برضه اوريك حاجه تاكيد. لو انت دخلت على الزائد دي، دخلت على جهه الاتصال، ودوست مثلا على ده، دوست على ده، نسخه بتقبل جهات اتصال عادي جدا، بعتت جهات اتصال اهو، وكمان ما بتهنكش منه تمام، ما بتهنكش منه. تعالى بقى اوريك حاجه كده صغيره عن النسخه في التيست برضو بصوتي كده. كونكتات اهو، نسخه بتقبل كونكتات وبتقرا كونكتات عادي جدا وبتهنكش اهو تمام. تعالى فرج كونكت اللي هو 25 اللي كان بيهين اي نسخه، وده كونكت الدادي برضو، وده كونكت هتلر الروسي اللي برضو كان بيهين النسخه كلها، وده كونكت ضاضه بجري في الشات اهو عادي جدا. وفي ايه تاني؟ وده الكونكت بتاعي، لو انت دوست عليه برضو هيقرا الكونكت تمام. كونكت برضو كان بيهين النسخ كلها، كونكت ايفل تمام. في ايه تاني؟ عندك فيروس اشعارات، هو برضو فيروس الخريطه الاتنين واحد زي ما انت شايف، انا مصغر لك حجمه عشان لو حبيت ترميه كتير تمام، تفضل تحدد كده وترمي. نسخه بجد عظمه زي ما انت شفت في التيست برضو. وفي ايه تاني؟ كانت فين فيروس الضغط، فيروس اللينكات برضو كان بيهين النسخ كلها، لو دوست قراءة المزيد ولا اي حاجة عادي جدا اهو، قراءة المزيد على كله اهو تمام. نسخة بجد عظمة يعني من غير كلام. طيب نرجع واحدة. فيروس ضغط، ده معاك اتقل فيروس ضغط، وهسيب لك برضو تحت في الديسكريبشن لينك ملف السرعة بتاعي تمام، اللي انت شايفه ده فيه فيروس المجال كله بجد. طيب زي ما انت شايف النسخة عظمة ايه، ما فيهاش اي مشكلة، ولو دوست على دي يقطع لك النت عن النسخة، ولو دوست على دي هيخلي لك النسخة بدل الدارك اللايت تمام. وهنا مسج الرقم انت مكسل تسجله، هتعملها ازاي؟ طيب هتقوم داخل كاتب زائد 20 الاول، او هتكتب زائد 2 لو انت عايز تكلم رقم انت مش مسجله، زائد 2 تقوم كاتب بقى رقمه 01277671927 مثلا تمام. بس انا دخلت كلمت رقمي اهو عادي جدا ولا في اي مشكله. طيب وهنا مجموعه جديده لو انت عايز تعمل روم بينك وبين صحابك، وهنا رساله جماعيه تمام، اللي هو برضو انا هزود لك البي سي بدل من 225 ده ولا 250 مش عارف ل 1034، والنسخه ما بتهنكش ضغط. وهنا واتساب ويب لو انت عايز تفتح النسخه على اللاب عندك وكده، وهنا رسائل مميزه بنجمه. وهنا الاعدادات تمام اللي هي تصغير الحجم الشات وكده. ولو دخلت على دي تمام شيل التفعيل، هتلاقي هنا في اشكال زي ما انت شايف كده اهو. هنا برضو تساقط تلج، وهنا تساقط تلج بشكل تاني، وهنا تساقط تلج بشكل تالت، وهنا تساقط تلج بشكل رابع تمام. يلا يا قلبي اشوفك في فيديو جديد،
بجد النسخه تعبت فيها قوي، والنسخه مش متشفره، بس لو النسخه اتسرقت هجيبك. بس كده يا قلبي، يلا يا قلبي اشوفك في فيديو تاني، سلام.